معلومة أكيدة. لا لا لسه. طب واللي موجودين دول ناويين يعتصموا، يعني هيقعدوا في ميدان ولا هيروحوا ولا لا، هي هيتعشوا ايه دول؟ الاعداد جيب لهم قلت. كباب ولا حاجة؟ الاعداد قلت كثيرا عن بعض القرارات او حتى قبل صدور هذه القرارات. يعني بعض الافراد العاديين في الشارع ربما لديهم حاله من الاستغراب وعما لان هؤلاء الاشخاص يعني قدموا الى هذه المنطقه قبل صدور هذه القرارات، ما يوحي ان كان لديهم معلومه عن هذه القرارات وما سوف يصدره الرئيس محمد مرسي بخصوص النائب العام او اقاله النائب العام. ما فيش حد جنبك كده منهم تسأله انت جيت ليه الساعة 5 وجيت على اساس ايه؟ كان جاي ليه؟ طب ممكن لحظه معايا يا استاذ محمود اجي لك. طيب اعمل لنا. طيب ممكن تدخلوا معانا على الهواء؟ النهار ممكن؟ استاذ محمود احد الاشخاص المتواجدين امام دار القضاء معك. طيب مساء الخير. مساء النور يا استاذ محمود. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. انت عندك من الساعة كام؟ احنا هنا من بعد المغرب. كنتوا جايين ليه؟ عشان نأيد قرارات الرئيس مرسي. هو ما كانتش طلعت القرارات؟ ما كانتش. لا طلعت يا فندم. لا ما كانتش طلعت في العشاء. طلعت في العشاء. نعم. ها؟ انتوا جيتوا قبل ما تطلع القرارات بتاعت الرئيس مرسي. احنا جينا قبلها؟ اه كنت معانا؟ اه انت كنت معانا يعني جيت قبلها ولا ايه؟ مش انتوا جيتوا في المغرب؟ المغرب دي الساعة 5:05. بدأنا نتجمع في المغرب. هو لا اذاع البيان الساعة 6 بالظبط كده. ما هو بعد المغرب يعني الساعة ونص كنا نتجمع عشان احنا عارفين من الاول ان في قرارات، لكن ايه هي ما نعرفش. ما تعرفوهاش ايه هي القرارات، انتوا جايين تأيدوا القرارات وبس. ان شاء الله. وانت ايه اللي عاجبك في القرارات دي؟ اولا النائب العام مشي. ثانيا اللي خدنا قرارات ثوريه، لان الناس اللي ليها مطالب ثوريه وقعدت تتكلم عن المطالب الثوريه. مطالب ثوريه زي ايه كده؟ نعم، من اولها اقاله النائب العام، ثانيها حق الشهداء، ثالثا اعاده المحاكمات. لذلك كان مطلوب ولا في حاجه ثانيه؟ ايوه ماشي. يعني الراجل حقق المطالب اهو اللي الناس ومحمد محمود دلوقتي بتتكلم عليها. طيب تمام. انا سمعتك امبارح ايدت ان عدم سفره لاندونيسيا. باكستان. عمل حاجه كويسه. باكستان. ده لما الراجل يعمل حاجه كويسه نقول عمل. امال ايه طبعا. بتاعت الرئيس ولا لسه؟ لا صح دي حاجه كويسه فعلا. انا اتكلمت مع حضرتك، انا كان نفسي اعمل مداخله من زمان بس انتوا طب ده حصل لنا الشرف النهارده. اسمك ايه؟ انا اسمي ايهاب ماهر. ايهاب ماهر؟ ايوه يا فندم. طب شرفتنا يا عم ايهاب، نتمنى لك سهره سعيده. تروح امتى؟ لما يقولوا لنا بقى يا ريس بنروح. لازم تعليمات. طيب شكرا جزيلا يا استاذ ايهاب. انت عارف. انا عارف تعليمات. لازم تعليمات الجراحه. بس احنا ما عندناش تعليمات هنا. صاحب المحطه صاحبنا، ولما نعوز نمشي هنمشي. وتصبحوا على خير.